التزامات أي بيت ما يستغناش عنها. صلي على الحبيب قلبك يطيب. أنا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يومية وأسبوعية. ميزانياتي بتبتدي من أول 200 جنيه لحد 3000 و4000 و5000 وأي رقم يجي على بالك بقى، 500 700 1000 ونص. ده بالنسبة للميزانيات. بعمل كمان ميزانيات للفاكهة ب100 جنيه في الأسبوع، 100 150 بس في الأغلبية 100 جنيه إن شاء الله. تعالى أقولك أنا جبت إيه، بس قبل أي حاجة صلي على الحبيب واكتبي لايك وقولي لي ميزانيتك أيا كانت هي كام، وكمان رأيك في الأفكار والوصفات اللي أنا بقدمها إن شاء الله تكون بتعجبكم. كل الشنط اللي انت جايباها دي ب 800 جنيه، ما فيهاش غير يعني شوية أساسيات البيت ما نستغناش عنها. أول حاجة جبتها الأربع أزايز زيت دول. أربع أزايز زيت دول أنا كنت بجيبهم ب54، والمرة دي جبتهم ب64، وقال لي إن هي هتزيد 10 جنيه. أنا معرفش الكلام ده صح ولا غلط. جبت إزازة الزيت ب64 جنيه، فأنا جبت أربعة. شوية الفاكهة دول كانوا عاملين 140 جنيه. أنا جايباها من محل غالي، جايباها من مول يا جماعة، مش جايباها من محل زي المحلات العاديه. لا، احنا عندنا المحلات بتبقى جوه المولات، فالمولات بتبقى اسعارها غاليه في الايجارات، فبيعلي سعر الحاجه. بما ان انا ما عرفتش انزل السوق الاسبوع ده، فجبت الفاكهه من المول. جبتها غاليه، الثلاث اصناف دول جبتهم ب 140 جنيه. كيلو وربع تفاح، كيلو بلح احمر، كيلو بلح زغلول او البلح الاورنج ده مش عارفه اسمه ايه بالظبط. ده كده كان بالنسبه لفاكهه الاسبوع. الولاد احط لهم كل يوم 3 4 بلحات، والتفاح ياكلوها الصبح او في اي وقت تقويهم وتعينهم على المذاكره اللي هم فيها. شنطه الفاكهه دي كانت عامله 140 جنيه او 145 جنيه. ده بالنسبه للفاكهه. شويه المقرمشات بقى والتسلي اللي العيال هياخدوها معاهم المدرسه. جبت الاربع ازايز كاكولا دول حاجه ساقعه، مش عارفه ب8 جنيه تقريبا على ما اظن. جبت باكو الشاي ليبتون ده ب55 جنيه، كان عليه عرض بيقول. وجبت عرض الزبادي ده كان ب48 جنيه. وجبت اخر حاجة علبة جبنة، بما اننا مش هنعمل اي حاجة الاسبوع ده، هنأكلهم جبنة طول الاسبوع في المدرسة، وياخدوا كل يوم كيس شيبسي، ويوم فضل وستر ومن عند الله، ويمشي برضه وما يقولش لا. بنعمل يوم كده ويوم كده، احنا زي اي بيت مصري، يوم بنوفر في الميزانية، يوم بندبر، يوم بندلع، يوم بنشخلع، والحمد لله وهي الدنيا ماشية. بصي بقى بالنسبة للمنظفات انا جبت ايه. جبت عرض فاميلي ده، التلاتة دول اللهم بارك كان فيه 500 واحدة، مش عارفة الكيس نص كيلو. جبت التلاتة دول ب70 جنيه، ب79 جنيه، ب69 جنيه و99 قرش، يعني ب70 جنيه. الجل والسبراي ده جوزي انا هحاسبه عليه، مش هسيبهم له. جبت المعجون ب50، والاربع صابونات دول ب46. ده بالنسبة للنظافة. المعجون هو بس اللي داخل في الميزانية. الجل والسبراي ده جوزي هحاسبه عليه، مش هسيبهم. انت عارفة المصروف يا اختها مش هيستحمل منك ليها، فهحاسبه عليهم ان شاء الله. الشيبسيات بقى اللي هياخدوها معاهم بانهم هياكلوا جبنة، جبت لهم طعم الطماطم بوزو، بالشطة بالجبنة. انا بأمانة مش عارفة ايه المقاطعة وايه اللي مش مقاطعة بالنسبة للشيبسيات والبوزات. يعني انا اول مرة اجيبهم، بما ان انا كنت نازله اجيب سندوتشات الاسبوع يعني، فجبت لهم بس تقريبا شيبسي مقاطعه. يعني ابني قال لي كده وما اعرفش بيتكلم صح ولا لا. جبت لهم بقى انواع على قد ما اقدر، بما انهم قلبي قلبي زي ما انا بعمل لك كده. دول اولادي قلبي زي ما انتوا قلبي كده. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. ارجع افكرك بالميزانيه، لو لسه ما كتبتهاش اكتبيها، وانا ان شاء الله هحاول اجيب لك اقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. انا بتابع العروض على قد ما اقدر يا جماعه.